الكباب الضاني على اصوله. افضل قطعة في الخروف تعملها كباب ضاني. الفيديو ده يا جماعة فيديو من النوادر، حاجة كده يعني مش موجودة على اليوتيوب. فيديو كده من النوادر، حاجة كده من افضل الفيديوهات على الاطلاق لو لقيتها على اليوتيوب. افضل قطعة في الخروف تعملها كباب ضاني مشوي، قطعة جميلة جدا في الخروف. معنى كده ان الخروف ما فيهوش الا القطعة ديت، لا الخروف كله يا جماعة ينفع يتشوي. اي قطعه في الخروف ينفع تتشوي، اي قطعه في الخروف اي قطعه في الخروف يفضل تتشوي. ولكن فضلا وليس امرا كده في بدايه الفيديو احب اذكركم اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد. ومعلش لو كنت بطال في الفيديو شويه، اسف على الاطاله. بس ولكن انا والله ما بلحقش اقول معظم المعلومات كلها او كل المعلومات في مده قصيره او في مقدمه الفيديو. ولكن احب اذكرك يا ريت تسمع الفيديو ده للنهايه عشان تستفيد بجميع المعلومات. افضل قطعه يا جماعه في الخروف تعملها كباب ضاني، وليه انا بفضل القطعه دي؟ توضيب كتف الخروف كباب او استخراج الكباب من كتف الخروف. طبعا انا بفضل القطعه ديت ليه حاجات كتير. طبعا الكتف طبعا بيكون نسبه الدسم فيه اعلى من الفخده بتاعه الخروف. في حاجات كتير في الخروف يعني الخروف كله عامه يا جماعه ينفع يتشوي، وكل جزء عشان نشويه له قطعه، يعني له تقطيعه معينه وله تتبيله معينه وله كل حاجه بص ممكن تتخيلها. حتى العظم بتاع الخروف له استخدام وله استخدام كتير كمان. حتى العظم حتى العظم. طبعا النهارده بنوضب كتف خروف اهو. طبعا احنا في فيديو قبل دوت هنسيبه لك في حساب الواتس، حساب الوصف بتاع الفيديو دوت هنحط شويه فيديوهات احنا قدمناها الفتره اللي فاتت. اللي اول مره يا جماعه يتابعنا او اول مره يشوف الفيديو ده، في فيديوهات طبعا للفخده، وفي فيديوهات طبعا هنقدمها الفتره اللي جايه ان شاء الله كمان عن باقي الخروف. في تشفيه الفخده، وفي توضيب الفخده كباب، وفي تشفيه كتف الخروف من العظم وتفصيله. تمام. احنا بقى النهارده بنعمل كتف الخروف ده كباب ضاني مشوي، من افضل قطعه تاكلها في المطعم اللي هي كتف الخروف. وبيستخدم كمان في الاوزي. معلش لو انا خرجت عن النص بس حاجه بسيطه. من احد المتابعين طلب مني اكتر من بره، معلش انا اسف على التاخير، اني كان محتاج يعرف الاوزي او الاوزي فين في الخروف. طبعا هو الكتف بيكون برضو افضل قطعه للاوزي، واستخدام الموزه من او استخراج الموزه من الكتف للاوزي. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده لاستخراج الموزه من الكتف، اللي هو الفيديو السابق اللي كان قبل دوت يعني. طبعا عملنا تشفية الكتف الخروف او تشفية اللوحة او بيت اللوح بتاع الخروف، واستخراج الموزة او الاوزي من الكتف. طبعا الكتف يا جماعة دوت ينفع يستخدم للاوزي. طبعا تتبيلة الاوزي بتكون زبادي وبيكون مية بصل وشوية بهارات اللي هي مش كتير، لان طبعا الكتر بهات بتغير طعم الضاني او بتغير طعم الحاجة، وخاصة لو الأكل أو اللحمة بتكون بلدي. يعني فلفل أسمر جوز الطيب حاجة بسيطة جدا، معلقة يعني الاتنين، يعني جوز الطيب وفلفل أسمر بيكونوا معلقة بالنسبة للأوزي أو تتبيلة الأوزي عامة. بيكون بسيطة جدا. كوب من الزبادي على نص كوب زيت عادي أو زيت زيتون لو متاح، وبتندهن بيها الكتف بتاعك، وبيخش الخروف يتسوى لمدة ساعتين أو ساعتين ونص على نار هادية. ده بالنسبة للأوزي يا جماعة. بيكون كتف الخروف بمية بصل كمان بتندهن بيها الكتف بتاعك. هنخش في موضوع الفيديو اللي احنا النهارده بنتكلم عنه، اللي هو استخراج الكباب من كتف الخروف. وليه انا بقول افضل قطعه على الاطلاق في الخروف؟ طبعا الناس هتقول لي لا ده الفخده افضل. كل واحد يا جماعه وله راي، وكل واحد وله نظام في شغله. انا بفضل الكتف لان الكتف بيكون حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اقتربوا مجاور العظم، يعني الحاجه اللي فيها عظم اللي هي بيكون طعمها افضل من الحاجه اللي هي ما يكونش فيها عظم كتير. طبعا الكتف حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب ياكل الكتف. الكتف بيكون نسبه الدسم فيه يعني نسبة وتناسب، يعني نسبة 40 50% يعني مقاربة للحمة الحمراء. فبالتالي لما بتتشوي بيكون طعمها على الإطلاق جميل جدا. وطبعا الدهون الضاني مش مضرة، بالعكس الدهون الضاني صحية جدا. وهنتكلم في حلقة خاصة عن الدهون الضاني أو فوائد الدهون الضاني وهل لها أضرار ولا لا. طبعا النهاردة احنا بنوضب الكتف الضاني اهوت عشان برضه ما نخرجش عن نص الفيديو. طريقة توضيب الكتف يا جماعة أو طريقة توضيب كتف الخروف كباب ضاني. تمام. زي ما حضرتك شايف كده بيكون كل قطعة من الخروف ما تتعداش ال 50 جرام او اقل من 40 جرام، يعني من 50 جرام
او اقل حاجه 40 جرام. بالتالي زي ما حضرتك شايف كده ديت القشره اللي بتكون على الكتف من بره، بتشيل منها اي عصب خالص، يعني بتشيل العصب خالص من كتف الخروف. بتوضب كل قطعه 50 جرام. وما بنشيلش الدهون كلها، لان الدهون ديت بيكون لها برضو عمل كبير. واللحمه على الفحم ازاي؟ طبعا اللحمه ما بتنشفش على طول. نسبه الدهون اللي بتكون داخل اللحمه لما بتبدا في مرحله السوى بتبدا تسيح وتفضل متماسكه مع اللحمه الحمراء. اللحمه الحمراء ما بتنشفش على طول. زي ما حضراتكم شايفين الطرق نفسها بتختلف من طريقه لطريقه في التقطيع. ادي كتف الخروف يا جماعه تمشي، يعني لو انت حابب ان انت تعمل كتف خروف في البيت مشوي وحابب ان انت تشفيه، احنا قدمنا لك التشفيه. وبعدين ما فيش حاجه صعبه، التشفيه اسهل ما يمكن. وبرضو هنعمل طريقة لو انت حابب تعمله بعظمه برضو مشوي. هنبدأ ان شاء الله نعمل لك طريقة كمان لو انت مش عندك الخبرة او عندك الكفاءة، او الجزار اللي انت بتجيب منه ما عندوش الكفاءة ان هو يشفيه ويوضبه لك كباب. هنقول لك ازاي ان انت تعمله كمان بعظمه ويطلع معاك اكنك انت لحمة بدون عظم. تتشفى بطريقة كويسة جدا، او تقطعه بطريقة كويسة جدا ويتعمل معاك مشوي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الكتف اهوت بعد ما اتوضب كباب. زي ما حضراتكم شايفين في كام قطعه هنا من الفخده اللي هي وش فخده وسمان، ولكن اللي قدام الكاميرا ده مباشره هو ده كتف الخروف. لو خدت بالكم ان نسبه الدسم عامله ازاي في القطعه، ده لما تنحط في السيخ يا جماعه مع التتبيله بيكون طعمها جميل جدا. ولكن اهوت هنوضح للناس يعني مع بعض كده اهوت بالراحه. ده طرق التوضيب، لازم تكون القطعة مستطيلة، ما يكونش القطع معمولة مربعات أو دواير أو تقطيع غير مناسب للشوي. طبعا ده كل ده يا جماعة طبعا بيفرق في التسوية على الفحم. ناس كتير بتقول لي احنا اللحمة بتشد أو ما بتستويش وبتقعد على النار مثلا تقريبا نص ساعة. يا جماعة اللحمة الضاني ما بتاخدش الوقت ده كله، بتاخد مثلا من 10 دقايق لربع ساعة كحد أقصى، وكمان على نار هادية. زي ما حضراتكم شايفين ده طرق التقطيع بيكون القطع زي ما انا بوضب كده. هنعمل لوحه كمان او كتف كمان عشان خاطر يعني ايه اللي ما خدش باله ياخد باله. ده اهو زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه ادي كتف الخروف اهوت بنفس الشكل ده. شايفين القطعه مستطيله مش مربعه او مدوره. بتنحط في السيخ، لو مش متاح عندك السيخ ممكن تحطها في شبكه. ادي برضو ده كل القطع ده يا جماعه من الكتف. الفيديو يا جماعه جميل جدا، لو استفدت معلومه بسيطه او خدت نبذه عن معلومه بسيطه يا ريت تشير وتبعت الفيديو دوت لاكتر عدد ممكن عشان الناس كلها تستفيد. انا زي ما حضراتكم شايفين ادي كل اللي انا بحط القطع دي كلها من الكتف. ولكن هنجيب لك كام قطعه دلوقتي برضو من الفخده. والفخده طبعا بتكون برضو جميله جدا جدا في الكباب، ولكن انا بفضل القطع ديت من يعني من الخروف. تعملها كباب مشوي بيكون طعمها تحفه وطعمها جميل جدا. ادي يا جماعه اهوت ادي اخر قطعه مثلا من الكتف. وبعد كده هنضيف لك الفخده بقى. ده وش فخده بيكون احمر خالص زي ما حضراتكم شايفين، هتبان دلوقتي معاك في الكاميرا اهوت. ادي وش الفخده، ده وش فخده اهوت. شايفين لو خدت بالكم من التخريز او التوضيب او القطع عامه بشكل عام. شايفين بقى البيت اللوح لو خدت بالكم دلوقتي في الفيديو الكباب احمر خالص اللي هو بتاع الفخده. اما البيت اللوح او الكتف يعني في سمين يعني ملبس بيكون طعمه افضل بكتير. ولكن الكام قطعه اللي على ايدي دولت يا جماعه من الفخده. واحب اذكرك في نهايه الفيديو اسف على الاطاله، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتتابع معانا السلسله اللي احنا بنقدمها ديت ان شاء الله. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. مع الف سلامه.